أبطال سنة 6. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات من وراء الكاميرا، صفحة 101 102 103. كتاب المدرسة اللغة العربية الصف السادس. نقول بسم الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. أول حاجة هنا بيقول لك اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة. مسارة بمعنى خطوط سير، ازدهرت بمعنى تقدمت، قرون بمعنى مئات السنين، خصائص بمعنى صفات مميزة، جليل بمعنى عظيم. ظلل الكلمة المختلفة في جذرها اللغوي. أول واحدة هنا هتقول له خلال اللي هي خلل، إنما الباقي كله طبعا شكل بعضه. هنا لقطات من أصل لقطة دي المختلفة. هنا يا شباب هتقول له المعروف اللي هو الشهير، المضيء أو المنير عكسها المظلمة، التجربة جمعها طبعا تجارب. الأسس هتقول له هنا الأساس، المفرد الأساس. تعبير بيدل على الرغبة في المعرفة هتقول له حب الاستطلاع. هنا يا شباب بيقول لك ضع كل كلمة في جملة زي ما انت شايف اهو. كل كلمة حطيناها في جملة زي ما انت شايف. وقف الشاشة وانقل ايه الجمل على اقل من مهلك. دي كانت صفحة 101. يلا حبايبي على صفحة 102. هنا هتقول له 1000 عام. عندك هنا العدسات، الضوء، المناظر. أول واحدة هنا تقول له اكتشف طريقة عمل الضوء في الغرفة المظلمة وهو الأساس الذي انطلقت منه فكرة عمل العدسات. تاني حاجة وضح كيفية انتقال الضوء وتكوين الصور. تالت حاجة هتقول له أوافق على العبارة بل يجب علينا أن نعمل بجد ونواصل بإنجازاتهم في البحث والعلم. أول واحدة هنا هتقول له اخترع أول كاميرا في العالم، ونبذة عن العالم الحسن ابن الهيثم، وبصمات ابن الهيثم في العلم. هنا يا شباب رقم باء هتقول له كيفية رؤية الأشياء. رقم ج هتقول له بالجد والاجتهاد وحب العلم والخير ونفع البشرية. هتقول له أتفق مع هذه العبارة. وضع أسس في مجالات الطب والرياضيات والفلك والبصريات والكيمياء، واستفاد من اكتشافاتهم العلماء في العالم كله، وكانت أبحاثهم سبب في تقدم الحضارة الإنسانية. دي صفحة 102 يا شباب. يلا بينا على صفحة 103. 103 يا أبطال. هتقول له مثل تطوير الأدوية التي تعالج المرضى واختراع الأجهزة اللي بتوفر الوقت والجهد. 2 هتقول له نعم، وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف والإنترنت وقربت المسافات وسهلت التواصل. هنا هتقول له أهمية العلم والعلماء في تطوير الحياة، ضرورة استخدام الاختراعات بشكل نافع، تقدير جهود العلماء وشكرهم، والسعي للتعلم والابتكار. هنا هتقول له توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي. هنا تقول له تعلمت عدم اليأس رغم الفشل. هنا تقول له المحاولة حتى أنجح، والإصرار. الفقرة الأخيرة الأثر معناها البصمة. قال لك ترك بصمة عظيمة يعني ترك أثر عظيم. هنا الزهراوي من أعظم علماء البصريات في التاريخ هتقول له خطأ، ده في الطب. انتشرت إنجازات الزهراوي في العالم العربي وأوروبا هتقول له صح. دل من الفقرة على مكانة الزهراوي في علم الطب والجراحة هتقول له أول من اخترع أدوات جراحية واستخدمها في العمليات بدقة كبيرة. دي إجابة السؤال رقم ج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم. متنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة حبايبي.